نهائي مونديال 2002 في يوكوهاما. ليلة اصطفت فيها الأضواء لتحكي قصة السامبا والذهب. البرازيل تدخل الملعب كمن يعود إلى بيته، وألمانيا تدخل كآلة دقيقة لا تعرف المزاح. الكرة تميل مبكرا نحو الأصفر، لمسات سريعة، هدوء في الوسط، تسديدة من خارج المنطقة، أوليفر كان يصد، لكن الكرة ترتد أمام رونالدو، لمسة واحدة فقط، والكرة في الشباك. صرخة هدف تهز يوكوهاما، وكأن العالم كله يهتف: عاد البطل. ثم تأتي الضربة القاضية، كرة على حافة المنطقة، ريفالدو يمر من فوقها بدهاء، ورونالدو يتقدم بثبات، تسديدة أرضية تعانق الزاوية البعيدة. الهدف الثاني، وخاتمة مثالية لحكاية استمرت سنوات. في تلك الليلة لم يكن النهائي مجرد مباراة، كان فيلما قصيرا عن البرازيل حين تقرر أن ترقص، وعن رونالدو حين يوقع اسمه على كأس العالم مرتين في 90 دقيقة.